لما بتنزل على القهوة تشرب حجرين معسل وتتقل شوية، فانت بتزود ثاني اكسيد الكربون في الدم، فانت بتغير من حامضية الدم او البي اتش. التغيير في حامضية الدم ده بيسبب مشاكل كتير، سرعة في ضربات القلب وارهاق ودوخة وصداع وحاجات كتير. طيب ايه علاقة الكلام ده بالسمك؟ وليه السمك في خطر؟ ما هو احنا بنشرب السمك شيشة واحنا مش واخدين بالنا. ازاي؟ تعالوا نشوف. المحيط عامل زي السفنجة، بيمتص ثاني اكسيد الكربون الزيادة اللي موجود في الجو. 30% من ثاني اكسيد الكربون بيروح للمحيط، وكلنا عارفين ان نسبة ثاني اكسيد الكربون من بداية الثورة الصناعية وهي في الطالع ومش بتقف. وبيقدروا ان المحيطات امتصت حوالي 150 مليار طن من ثاني اكسيد الكربون في اخر 200 سنة. ثاني اكسيد الكربون اللي مكانه الطبيعي في الجو بيدوب في مية المحيط ويكون حمض الكربونيك، وده حمض ضعيف وبيسبب مشكلة اسمها اوشن اسيديفيكيشن او حامضية المحيط. وزي ما حامضية الدم بتضر بصحة الانسان، نفس الكلام الكائنات اللي عايشة في المية بتكون حساسة للحامضية، وتغيير البي اتش بتاع المية هيأثر عليها بشكل كبير خلال القرن الحالي. مثلا حاجة زي القشريات والشعاب المرجانية اللي بتكون الصدف بتاعها من كربونات الكالسيوم. لما حامضية المحيط تزيد، ايونات الكربونات بتتحد مع الهيدروجين، وما بيفضلش كربونات للكائنات دي عشان تكون الاصداف بتاعتها، ولا الشعاب المرجانية اللي بتتكون من نفس المركب. غير ان كمان مع زيادة الحامضية الاصداف بتاعتها بتبدأ تدوب. ده بتروبود، حلزون بيعيش في المية، حجمه صغير وبيعتبر اكل الاسماك كتير عايشة عليه. اتعمل تجربة واتحط في مية بنفس البي اتش اللي هتوصل له المحيطات قبل سنة 2100. الصدفة بتاعته ما استحملتش 45 يوم بس ودابت، ولقوا منه كتير. حاليا الصدفة بتاعته بدأت تدوب. حتى الاسماك اللي ما عندهاش صدف هتتعصب. معظم الاسماك قدرتها على تحديد اماكن المفترسين بتقل في المية الحامضية، وبيبقى افتراسها اسهل. واشهر مثال على الموضوع ده هو سمكة البهلواء بتاعت فيلم نيمو، وكمان قدرتها على انها تلاقي مكان مناسب تعيش فيه. والاسماك دي جزء من السلسلة الغذائية البحرية، لو اتحطت في خطر كل السلسلة هتبقى في خطر. كمان بيتوقعوا ان اسماك كبيرة حجمها هيقل، في انواع حجمها هيقل للربع. يعني لو السمكة دي وزنها بيوصل ل 4 كيلو، اخرها هيبقى 3 كيلو. التقديرات بتقول ان البي اتش بتاع المحيطات لو فضلت انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي بنخرجها زي ما هي هتنزل ل 7.8. واخر مرة وصلت البي اتش للمعدل ده كان في زمن اسمه الميوسين من 14 ل 17 مليون سنة، وسببت انقراض لانواع كتير من سكان المحيطات. والمشكلة دي لو استمرت هتضر الانسان برضه. اكيد مليارات البشر بيعتمدوا على الاسماك كمصدر للبروتين، وصناعات كتير بتعتمد على السمك ومصدر رزق لناس كتير، وكل ده في خطر. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة انا هكون مبسوط. وما تنساش دول.